كنت فاكر إن زيادة المخزون وإن أنا يبقى عندي أرصدة كتير من الأصناف بتاعتي ده مصدر أمان ليّا في مكاني، بالعكس اكتشفت إن ده ممكن يكون واحد من الأسباب اللي هتغرق الbusiness نفسه. مستر أحمد ده operations manager في شركة من الشركات اللي بتبيع أدوات كهربائية. في سنة 2023 اشتروا كمية ضخمة جدًا من منتج كان شغال نار في السوق. لكن اللي حصل إن الأسعار اتغيّرت وسعر الدولار اتغيّر، فالأسعار لمّا زادت بالطبيعي إن الناس ما بقتش تشتغل من المنتج ده، وبقت حجم الdemand اللي كان عنده قَل أوي، أوي، أوي. ده اللي أدّى بنتيجة إن المخزن اتحبس واتملى بضاعة مش شغّالة، فده بطبيعة الأمر وصّلهم إن هم يعملوا discount لحد أكتر من 30% عشان بس يخلص من الاستوكات الراكدة اللي عنده اللي ما حدش بقى يشتريها. طيب ليه حصل كده؟ لإن هم ما اشتغلوش على demand forecasting حقيقي ولا حسبوا الcarrying cost بتاعهم. الدنيا شغالة يالّا نجيب من المنتج ده ونعبّي المخزن، لأ طبعًا، لازم يبقى أنت عندك في data تقدر تتحرّك عليها، زي ما هو مطلوب الsafety stock وإن إحنا نزوّد الrevenue بتاعنا ونقلل الCOGS والكلام الجميل ده، على قد ما أنت محتاج تاخد بالك من الover stock لإن هو أخطر من ده أنت لازم تعتمد اعتماد كبير جدًا في قراراتك على الdata driven decisions مش بس مجرد إحساس السوق، لإن إحساس السوق في حد ذاته بيطلع وينزل بينا، ممكن يخلّينا نغرق بسبب decision واحد خدناه فيغرقنا لسنين أو يخلّي الbusiness بتاعنا يتعرقل لمدة طويلة. يعني أصلًا الstock الزيادة ده فلوس، والفلوس اللي موجودة ديّة مش بس مجرد حاجة محطوطة، لأ ده في عندك carrying cost وstorage cost وفي حاجات تانية بتاعة الdirect cost وindirect cost، فكل المصاريف الكتيرة دي بتتحط. ده مش كده وبس، ده أنت عندك الcapacity كلها هتتحبس عشان حاجة مش شغالة، فأنت بالنسبة لك هتبقى مش قادر كمان تدخّل منتجات غيرها شغالة دلوقتي في الوقت الحالي، فأنت برضه في نفس الوقت أنت بتخسر فرص بيعية، بالإضافة إن الfinance بيسقطوا لإن في capital business موجود في حاجة مش شغالة. الخلاصة إن المخزون مش دايمًا أمان، خاصةً لو عندك vision ضبابية.